السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جيتكم اليوم بنوع من الحلويات بزاف بزاف بلين بزاف شباب صابلي شوكولا كما راكم تشوفوا، محشي باللا كريم دو بور والكراميل. شوفوا كيفاش يجي داير عادي. ما يتعبش، ساهل، تقدر اي وحده ديرو، مبتدئه مداري ديري الكاطو، ماكش مداري ديري الكاطو، ساهل عادي. تبعوا معايا برك الخطوات حتى التالي. واللي مش مشتركه في قناتي تشترك وتفعل الجرس باش يوصلوكم كامل وصفاتي. هذه هي. جبت هنايا 250 غرام تاع مارغرين طريه. هنايا انا درت ماني ديفوا نخدم بصول، تما ديروا نتوما اللي تبغوه. درت هنايا حبة تاع بيض كاملة وزوج صفار بيض يكونوا بدرجة حرارة الغرفة. ومن بعد نضيف عليهم 4 ملاعق كبار تاع زيت. هذه الوصفة والله شوفوا ما تعبش، كامل 5 دقائق تكملوها. ومن بعد ضفت عليهم 3 ملاعق كبار تاع سكر كلاصي عادي، ما تغربلوه ما والو. ومن بعد نجيب الباتر ونبدا نضرب بالخليط تاعي بالباتر كما راكم تشوفوا حتى يتضاعف الحجم تاعو ويولي اللون تاعو اصفر فاتح كما راكم تشوفوا في الفيديو. وما تنساوش ديروا لافاني، انا نسيت ما درتهاش مع الاول، درتها في هذه المرحله. ديروا شويه لافاني. ودرت 2 ملاعق كبار تاع مايزينا ونزيد نضرب غير شويه، غير قد ما تندمج هذيك المايزينا مع الخليط هذاك. ومن بعد نضيف هنايا 3 ملاعق كبار تاع كاكاو بني مر ونزيد نضرب الباتر قد ما هذيك تحسوا هذاك الكاكاو تخلط مع الخليط، ما تضربوش بزاف. ومن بعد هنا نضيف ملعقه كبيره تاع شوكولا، شوكولا تارتيني. درت هنايا اوبتيلا كما راكم تشوفوا، تبغوا ديروا تاع ماكسون كما تبغوا. وهذه الشوكولا تارتيني هذه اختياريه، تبغوا ديروها تبغوا ما ديروهاش عادي، ما عندكمش ما ديروهاش. ومن بعد نبدا نضيف صاي نحي الباتر، نبدا نخدم بيدي. نبدا نضيف الفارينه تكون منخوله من قبل، هذه هي، وتضيفوها تدريجيا كما راكم تشوفوا ونخلط بيدي. كي تبداو تخلطوا ماذا بكم العجينه تاعكم ما تدلكوهاش، فهمتوني؟ الطريقه تاع كي تبداو تخلطوا ولا تلايموا في العجينه تاع مطلوع مع عجينه تاع كاطو ماشي كيف العجينه تاع الكاطو تتلايم برك، تسيو تدخلوا فيها الفارينه، هذا مكان ما تعجنوهاش. كي تبداو باش الصابلي تاعكم يجيكم ناجح وما يتقلص لكمش الحجم تاعو في الفرن كما شفتوا. العجينه نضيف الفارينه تدريجيا حتى نتحصل على عجينه طريه، وضحتها لكم في الفيديو. ومن بعد هنا نجي نحل العجين تاعي. جبت 2 ورق الطهي كما شفتوا، وجبت شويه من العجينه حليتها بالحلال. ومن بعد العجينه تاعكم ما ترقوهاش بزاف كما شفتوا. العجينه هذه ما درناش فيها الخميره كيميائيه، تسمى ما ترقوهاش بزاف. ومن بعد نجيب هذا المول دائري، هذا راه يتباع شغل يجو صيغي فيها 6 ولا 7. انا درت الصغير كامل باسكو بغيت الكاطو تاعي يجي صغير، تبغوا تكبروه اكثر من هكا كبروه. ومن بعد عادي نقطع كما شفتوا بهذاك المول الدائري. تبغوا ما تبغوش ديروه دائري ديروه على شكل قلب، على شكل كيما تبغوا الشكل، هذه هي. ومن بعد نبدا نحي فيه كما راكم تشوفوا هكا بالموس. الموس يساعدني سورتو كي يكون عريض ومسطح، يساعدك باش ترفدي الحبه تاعك وما يتغيرش الشكل تاعها. السمك تاعو راني وضحته لكم، شوفوا ما يجيش بزاف رقيق وماشي خشين هكا باش تجيكم الحبه تاعكم شابه، تجي كبيره وتجي. والعجين كي ديروها فوق، كي نحلوها فوق ورق الطبخ، ما ديروا لا فرينه لا والو كما شفتوني. هذه بعد ما حليت كامل، بعد ما شكلت كامل الحبه تاع الكاطو تاعي، ندخلهم يطيبوا في فرن يكون مسخن من قبل بربع ساعه، ولا نشعل لهم من تحت كي تشوفوه طاب، شعلوا له من الفوق غير شويه حوالي دقيقه ولا دقيقتين ونخرجوه، هذا مكان.
ومن بعد هنا من جهه اخرى نجي نحضر كريمه الزبده تاعي. جبت 200 غرام تاع مارغرين اوبلين، راني وريتها لكم كيفاش تجي دايره. مارغرين اوبلين معروفه، تروحي عند اللي يبيع صوالح تاع الكاطو وقولوا اعطيني مارغرين اوبلين. في لي سوبيرات قليله شويه، بصح عند اللي يبيعوا صوالح تاع الكاطو تصيبوها. هذه هي. ندير 200 غرام، نضيف عليها 2 ملاعق كبار تاع سكر كلاصي، ما تغربلوه ما والو، ضيفوه كيما راه مباشره. ونبدا نخلط بالباتور كيما راكم تشوفوا. هنايا شغل المارغرين هبلتني شويه، باسكو راكم عارفين راه البرد ما تخلوها برا شغل تكون جامده، تما كي بديت نخلط فيها مع الاول هبلتني شويه، ومن بعد طلعت بالخف. فهمتوني؟ المهم هذه هي. خلط ضربتها مليح بالباتور حتى تضاعف الحجم تاعها. ومن بعد نجي نضيف هنايا 2 ملاعق كبار تاع كاكاو بني مر، ونضيف كما راكم تشوفوا 2 ملاعق كبار تاع شوكولا تختيني اوبتيلا. استخدمت انا اوبتيلا، تبغوا ديروا ماكسون فان بنينه ولا ديروا نوتيلا كيما تبغوا. ونكمل نضرب بالباتور حتى يدخل. هنا ما نضربوش بزاف باسكو رانا ديجا خدمنا الكريمه الزبده تاعنا، ضربنا هذيك الكريمه مع الاول ديك الزبده مليح مليح. ومن بعد هنا كي نضيفهم نضرب غير شويه، هذا مكان ونحبس. هنا الكاطو تاعي شوفوا كيفاش يجي داير، يجي طايب على حبه. هذه هي، يجي طايب على حبه كيما راكم تشوفوا. راني وريت لكم شحال من الحبه باش تشوفوا بعينيكم. هذه هي. هذا النوع تاع الكاطو ناجح وما تخافوش كامل منه، حتى اللي مش موالفه دير الكاطو كامل، طريقه سهله وناجحه. هذه هي. من بعد هنايا جبت بوشا دو جوطابل هذيك، حطيت فيها كريمه الزبده، وجبت هنايا كراميل استخدمت هذا سموه توفي. صراحه هذا ما عجبنيش بزاف. شوفوا هو الكو تاعو شباب، البنه تاعو شابه، عنده البنه كيما الكابريز، تحسبوا كابريز وراهي ذايبه، بصح جاي ثقيل يعذب. دوك تشوفوا كي نبدا ندير فيه في الوسط يعذبني، ماهوش كيما كراميل توفيا جاي بنين ومش ثقيل بزاف كيما هذا. فهمتوني؟ هذا مليح كي ديروه في وسط هكا كاش عجينه، ولا في وسط كاش نقولوا زعما ماشي اللي تخدموا بها كتبوشو به، زعما يعذبكم شويه. هذه هي. هذه الملاحظه فقط مديتها لكم باش تدوها بعين الاعتبار. سينو هو بنين. كما راكم تشوفون ندير كريمه الزبده، نديروا طبقه مليحه، نديروها شويه خشينه كما راكم تشوفوا. راني نوضح لكم كلش في الفيديو خطوه بخطوه، باش ماشي كي تجوا تاكلوا تحسوا غير بالعجينه غير بالكاطو. هنايا الطبقه تاع كريمه الزبده درتها تقريبا بنفس السمك تاع كما نقولوا تاع حبه تاع كاطو، تاع حبه واحده جهه واحده. فهمتوني؟ خشنتها شويه باش تحسوا بها كي تولوا تاكلوا. هذا ما كان. وحطيت الكراميل كما راكم تشوفوا في الوسط. ديروا ثان كميه مليحه تاع كراميل باش كي تجوا تاكلوا تحسوا بها، ماشي تحسوا غير بالعجينه. ومن بعد هنا في الحواف سقموا الحواف تاعكم باش تجيكم الحبات تاعكم شابه. الا حسيتوا الحواف مش معمرين مليح زيدوا جيبوا شويه كريمه الزبده غير بيديكم وخدموا الحبات تاعكم. تبغوا فين تخدموا بالموس تسطحوها بالموس كيما تبغوا، انا نخدم غير بيدي وتجي فينيه وشابه. هذه درت لكم بزاف هكا، درت لكم 3 حبات ولا 4 باش تشوفوا مليح كيفاش شوفوا كي نبدا نديرو في الوسط يهبلني. شوفوا لازم زوج مغارف باش تهبط ديك شويه تاع الكراميل، هذا فاش قلقني، سينو البنه بنين. سقموا الحبه تاعكم مليح هكا باش يجي الكاطو تاعكم شباب، وكي تحطوه تكون شغل قبل ما تاكليه تشوفي الشكل ديجا شبابي اتيريك ويخليك تاكلي. هذه هي. ومن بعد هنا بعد كي سقمت كامل الحبات تاوعي جبت الشوكولا هذه تاع الكلاصاج. استخدمت انا ماكسون باتا كلاصاج، ماشي ماكسون ديك تاع الباطات، لا هذه صراحه بزاف شابه وخير من الوجدان هذه الايامات. الوجدان ما يشتعجبني كاع كي تذوب بها تجي ثقيله. ما الوجدان سي بون ما يشتعجبني انا صراحه. خدمت بماكسون هذه، خدمت بها خطره وهذه عجبتني. هذه مرة الزوجه اللي راني نخدم بها عجبتني، وصراحه نبدا نخدم غير بها هي. الا خلاوها هكا وما بدلوهاش. هذه هي بورلمون راهي عجبتني، وكي تذوب لكم مليح كاع ما تعييكمش. انا هنايا ذوبت تقريبا نقولوا واحد الباطه ونص هكا،
واحد الباطه ونص. المهم نتوما ذوبوا شوفوا. هذه هي كي ذابت عادي درتها كسرونه، درت فيها شويه ماء وحطيتها تذوب. ما تزيدوش بزاف للنار، خليها تذوب في غرزها. هذه هي. المهم ما تخلوهاش تنحرق، خلوها تذوب في غرزها. من بعد نحوها من النار، ضفت لها حوالي 2 ملاعق كبار تاع الزيت. هذا ما كان سينو، هي اصلا تبري شابه هذه تاع ماكسون، مام البيضه تاعها وشابه هذه. ومام ماشي غاليه بزاف كيما الوجدان ودادا، رخيصه عليهم وشابه عليهم. هنا انا كلاصيت بها كما راكم تشوفوا. شوفوا كاع ما تعيش صراحه، بزاف شابه. هذه هي نكلاصي عادي. جبت فرشيطه نحط فوقها الحبه تاع الكاطو تاعي، ونعمر نغطيها كامل بالشيكولا. من بعد نحي هذاك الزائد من الفوق بالمغرف، ونخبطها شويه على طبسي كما راكم تشوفوا. الفيديو راه يشرح نفسه بلا من نخبطها شويه باش يهبط هذاك الزائد، ونحطها بجيه. هنا برك نصيحه، كي تقلاصوا الكاطو تاعكم حطوه فوق سنيوه ولا يكون فيها ورق الطبخ، باش كي تنشف ديك الشيكولا يتنحى لكم ديك الحبه فاسيلمون. هذه وصفتنا اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم. تلاقوا في وصفه ثانيه ان شاء الله. السلام عليكم.